مرحبا. في الفيديو ده هشرح لكم أسهل وأصح طريقة لتوصيل سماعات البلوتوث بالآيفون، وكمين الطريقة دي تنفع لموبيلة أندرويد. دايما بنصح أنكم تشحنوا أجهزتكم من خلال مدخل الفي كمبيوتر، مش من الشاحن اللي في الحيطة، لأن ده ممكن يضر السماعات ويخليها ما تتوصلش بالموبايل. أول حاجة، لو سماعاتكم جديدة، في موديلات بتيجي وعليها لاصقة على دبابيس الشحن، لازم تشيلوه. لازم تتأكدوا إن مفيش لاصقة حماية تمانع السماعات إنها تشحن في العلبة أو إنها تشتغل. بعد ما تشيلوا البلاستيك ده، شوفوا لو لمبة في العلبة نورت، وده معناه إن السماعات بدأت تشحن. في بعض الحالات لازم تسيبوها تشحن حوالي 10 دقائق علشان يبقى فيها طاقة كفاية وتقدر تتوصل. لازم تتأكدوا إن البلوتوث في الآيفون شغال، وتفعلوا البحث علشان تظهر قائمة الأجهزة. كمان تأكدوا إن ما فيش سماعات بلوتوث تانية متوصلة بالموبايل، لأن ده ممكن يعمل تداخل ومشاكل في الاتصال. لما الآيفون يبدأ يدور على الأجهزة، هيكون فيه طريقتين للتوصيل حسب نوع السماعات عندكم. الطريقة الأولى، لو سماعات ما فيها زرار في علبة الشحن، افتحوا الغطاء واطلعوا سماعة واحدة بس، واستنوا لحد ما تظهر في البحث، وبعدها وصلوها. الطريقة الثانية، لو سماعات فيها زرار في علبة الشحن، افتحوا الغطاء وسيبوا السماعات جوه العلبة، واضغطوا على الزرار لمدة 10-20 ثانية لحد ما لمبة يتغير لونها. في سماعة سوني مثلا، اللون بيتحول لأزرق. لو عايزين تفصلوا السماعات علشان توصلوها بجهاز تاني، روحوا لإعدادات البلوتوث، دوروا على السماعات، ادخلوا على الإعدادات واختاروا نسيان الجهاز. ساعتها السماعات تبقى جاهزة إنها تتوصل بأي جهاز تاني زي موبايل آخر أو كمبيوتر أو تابلت أو ساعة ذكية. لو الفيديو عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتكتبوا تعليق. شكرا ليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.